اتصدمت فيكم كلكم انتوا الثلاثه الحقيقه. الله اكبر. انا اتصدمت فيا ده انا اللي بغششك اجابات الاسئله. جاهزين؟ يلا نشوف مين يعرف احمد اكتر. السؤال الاول، ايه اكلة احمد المفضلة؟ اكتب. اكلتي المفضله؟ 5 السؤال 4 بالراحه بالراحه. 3 2 1. سعد، ايه الاكلة؟ هبل. هو نفسه هبد. انا هبت انا كمان والله يا زميلي، ما تقلقش. السؤال ده اختياري مش اجباري. اول حاجه كانت الكوارع، تاني حاجه الملوخيه. انا معايا في الكوره ازاي؟ انت بتطخ اي طخ. الراجل ده بيتكلم غلط، خلاص اطلع بره. سارة. حيوان، اي حاجه فيها مكرونه وسمك وملوخيه. اجابة سارة اقرب للصح. تمام، شاطره يا ساره. سارة تاخد النقطة. 1 بوينت. السؤال التاني، ايه اكتر لون بيلبسه؟ قبل ما اتجوز مش بعد ما اتجوز. بدا يبقى في الوانات جديده في حياتي. اكتب انا حتى لسه الاجابة. بقولها الوانات. 5 4 3 2 1. هو ده اخو الجيران مش اخوكي؟ امال ايه؟ احمد اخويا، احمد اخويا. وبتجهز الشنطة رايح وبتجهز الشنطة راجع. اسود وابيض. شاطر سعد. اسود. شاطر يا سعد، الاثنين نقطة صح. ونقطة. السؤال التالت، ايه اكتر نوع مسلسلات بيحب يتفرج عليه؟ 5 4 3 2 1. سعد. اللي هو الغموض والجريمه مع بعض. سارة. رعب او انمي. صح، الاثنين الاتنين صح. صح. ايه اكتر حاجة بيعملها او بيطلبها وقت الشغل؟ هيقولوها من غير ما يكتبوها. يا عيني ما اديتش نفسها فرصة تفكر. مش محتاجين. نقطة ونقطة. طيب، لو احمد قدامه اختيار يسافر لأي بلد في العالم هيختار بلد ايه؟ اهبدوا. 5 4 3 2 1. ساره المره دي. روسيا. سعد كندا. صح، سعد صح. سعد صح، هي استراليا مش روسيا. اول اكلة احمد عملها ودقتوها؟ 5 4 3. دي الاجابة اللي انا فكرتك بيها. 2 1. يلا. سارة. مش عارفه. انا اقول ايه؟ فراخ مشويه. انا متاكد ان سعد هيفتكر حاجات تانية صح. سارة بتقول كفتة. كان ايه الاول؟ ما انا مش فاكر الحقيقه يا جماعه، دي اسئله طب صعبه انت عليا. عملت كفتة؟ عملت كفته وعملت يبقى فراخ. نقطة ونقطة. هل احمد عنده موهبة غريبة وايه هي؟ حد ايه؟ ممكن نلغي السؤال ده؟ السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بصراحه. موهبه غريبه. تأليف. لا. لا استني لما اخلص. 5 4 3 الاجابه واحده من دول هبقى صح. 2 1. سعد. جماعة انتوا ازاي مش عارفينها؟ قول يا ساره. تقريبا اغاني وكلمات في بعض كده، مش عارفه. صح. دي صح. دي غريبه. نقطة لسارة. لو احمد هيجيب حيوان هيكون ايه هو؟ 5 4 3 2 1. سعد. ايه؟ ما تقولهاش تاني. ما تجيش الحته دي. لا يعني لو جبت هيجيب عصفور او حاجه.
حاجة مش احمد ممكن يجيب عصفور. انا كان عندي تعبان يا جماعه. ايه جنش، ناسين جنش. كلب. ايوه صح. كلب. صح كلب. كلب. كلب ماشي. وكلكم غلط. انا كلكم هاخد النقطة، او انا هاخد النقط كلها مبدئيا. حرفيا. ده انتوا اللي مفكراني بكل المواهب والحاجات والحاجات اللي بحبها. اتفضلوا. وهو صغير كان نفسه يطلع ايه لما يكبر؟ 5 4 3. انا حاسه ان هما بيتعرفوا عليك. ازيكم؟ واحد. انا اسمي احمد يا شباب. انا لسه قايلها من شويه، دي اللي انا كنت اعرفها. اولى طب صح. استنى، لا استنى، انت خلي سارة تقول. لا انت ما قلتليش قبل كده. طب دي قول يا حاجات سعد. تتحس وما تتقالش يا ساره. خلاص هي كانت حارس عموما. صح. كانت ايه؟ لاعب كوره، حارس مرمى. السؤال اللي بعده، بينام كام ساعة في اليوم تقريبا؟ لو نام ساعتين بيصحى فايق عادي. زومبي. احنا هنحط الإجابة زومبي. سعد انت بتقول ايه يا زميلي؟ هو من 5 ساعات ل 6 ساعات. ايه الرينج الصغير ده؟ أنهي الإجابة الأقرب؟ الاقرب سعد. نقطة لسعد. يعني من 4 ل 6 ساعات بالكتير، تمام أوي بالنسبه لي. ماشي. انت اصلا ما بتنامش. أساسا بقى. ساعات ما بنامش صح. صح. أحمد دايما لما بيناديني في الغالب بيقول لي إيه؟ توتو. ايه استنى. اول حاجه سعد يقول انا ما اعرفش الصراحه، توتو اللي اعرفها بس. ساره. تروت التوتو تقريبا، حاجه شبه كده. الاتنين ما صح. ما انت جاوبه. ترت التو. الاتنين صح. طيب، ايه أول بلد أحمد سافرها؟ 5 اكتبوا 4. الاول، أول بلد. ثانيه واحده، اكتبوا يعني اكتبوا. أول بلد بره، يعني بره مصر، أول مكان راحوا بره مصر. العياط. ايه بص. رحت العياط وين؟ سعد. اقول كانت رومانيا. سارة قالت روسيا، صح؟ صح، رحت رومانيا الاول وبعدين روسيا. نقطة لسعد. ايه أغرب وأخطر موقف أحمد اتعرض له؟ أغرب وأخطر موقف أحمد اتعرض له. اغرب واكتر. أغرب وأخطر. لما السمكه عورت ايده ورجله. شاطر. وسعد ايده ولا حاجتين. ايه هو الموقف سعد؟ ايده وحاجتين. الحمد لله ما انت فاكره ايدي بس يا ساره. بلاش تلمي حاجه مش غريبه. عارف. سعد مش عارف. هو موقف السمكه صح، اللي السمكة كانت صح. هتموت ديفيد دي. بس مش أيوة. فاكر في حاجه ثانيه. لسه معلمه والله. علامتين احقر من بعض. على رجله. صباعي لسه مفتوح. بس هو ده الموقف اللي قصدي عليه، اللي هو لما الحوض وقع على رجله اصلا. صح، ده موقف اصعب بكتير صح. الحوض وقع على رجلك؟ لا كنا بنشيل حجره كبيره كده انا وابويا وكانت هتقع على رجلي وحطيت رجلي ماشي. فوق يعني رجلي. سارة اللي افتكرت الموقفين، فالنقطة لسارة. صح، هي ترجعوا كده. تعادل يا ولاد. نقطتين لساره وسالب نقطه ليا. الحقيقه انا كنت ناسي موقف ابويا ده. لو أحمد رجع بيه الزمن، ايه الحاجة اللي هيرجع يعملها تاني؟ سعد. هغير اقول انت عايزين ما انا قلت ما تقولش الكلام اللي في إجابة سعد صح. اجابه سعد صح واجابه ساره صح. نقطة ونقطة. ايه أكتر مادة أحمد كان بيكرهها في المدرسة؟ كنت بكرهها في المدرسه كل المواد تقريبا. ايه ده؟ فرنش. وسعد. هو كان بيكره حاجه، بس كان خليته سبب ان هو يحبها بعد كده. كان مش فاكر يعني، هو ما كانش شاطر بقى، كانت الانجليش. والله الاثنين صح. الفرنش انا فاكر في ثانويه عامه كنت بعيط فيه. افتكرت القصة. ايه أكتر مكان أحمد بيحبه في مصر؟ معروفه. سعد. اكتر مكان بيحبه على ما اعتقد اسمه ده اللي هو اسكندريه.
غردقة سارة صح. ايه اشهر كلمة او جملة احمد بيقولها دايما، او يعني ليه ايه اللازمة بتاعته؟ عنده لوازم كتير. بقول كلمة أي كلام لما أحب أقلل من أهمية المشكلة اللي قدامي حاجة عشان أعرف تانية. أواجهها أكتر حاجة. في حاجة تانية انت دايما بتقولها. مش أحسن حاجة. في حاجة تالتة. لا خلاص في قول. حاجة تالتة والله. إيه بقى؟ والكلام الفاضي ده. أيوه هي أي كلام، والكلام الفاضي ده هما نفس المعنى. لا الكلام الفاضي أيوة. الكلمة دي بالذات. تمام. اسم اكتر مدرس غير حياة احمد للأحسن. استاذ محمود. الاتنين حبيبي عارفين. والله العظيم الأستاذ محمود. الأستاذ محمود والأستاذ عبد الوهاب وعم جمال الحقيقة. طبعا والله يا جماعة أنا اكتشفت إن أنتم ما تعرفونيش أبدا. ما شاء الله عليكم. حرام عليك الاتنين جاوبوا. سارة كسبانة بنقطة بس عن سارة. طيب ماشي، ما تلاقي سعد يجاوب الأخيرة دي صح؟ ايوه ما هو كان فرق نقطتين، لما سعد جاوب الأخيرة بقى فرق نقطة. أيوه. طيب. نحب نشكركم يا اخواتي على المداخلة الجميلة دي. ان شاء الله ما نكررهاش تاني. بإذن الله خلاص. أول وآخر مرة. أنا اتصدمت فيكم كلكم أنتوا التلاتة الحقيقة. الله أكبر. انا اتصدمت فيا، ده انا اللي بغششك اجابات الأسئلة. طيب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب وسيبوا لنا رايكم في الكومنتات. اكتبوا لنا افكار تانية تحبوا نعملها في الكومنتات، وهتلاقي الاكونتات بتاعتنا موجودة في صندوق الوصف. سلام.